حادث مرور أليم خلف مقتل 4 مواطنين من بينهم النائب السابق والممثل أحمد بوزيد المعروف بعطلة، والذي اشتهر بمشاركته في السلسلة الفكاهية الفهامة. خلف الحادث كذلك 4 جرحى. لتفاصيل أدق عن هذا الحادث وما خلفه معي عبر الهاتف مدير الحماية المدنية بولاية غرداية. مساء الخير سيدي، مرحبا. مساء النور. مساء النور. تفاصيل هذا الحادث من فضلكم. قد سجلنا هذا الحادث الأليم على مستوى الطريق الولائي رقم 201 الرابط بين دائرتي القرارة وزلفانة، وللأسف كان خلف ضحايا في 4 متوفيين تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 60 سنة، من بينهم النائب السابق للبرلمان السيد بوزيد أحمد المدعو الشيخ عطلة. كما سجلنا كذلك 4 جرحى تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 40 سنة، نقلوا جميعهم إلى مستشفى القرارة وزلفانة. طيب، فقط الحادث نجم عن اصطدام ما بين سيارتين هكذا؟ الحادث وقع ونجم نوعية فقط سيارتين؟ نجم عن اصطدام سيارتين، الأولى من نوع تويوتا كاب رباعية الدفع، وسيارة للنقل الجماعي تاكسي. طيب، الضحايا كانوا على متن سيارة تويوتا؟ كانوا على متن، أغلبهم كانوا على متن سيارة التاكسي. طيب، شكرا جزيلا لك سيد عبد الملك بوبرتخ مدير الحماية المدنية لولاية غرداية على هذه المداخلة. وقع